يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة فيديو جديد. أنا ريهام أحمد ودي قناتي. لو لسه أول مرة بتشوفوا قناتي بقى فتأكدوا إن اشتراككم بيفرق معايا جدا. فاشتركوا في القناة ونوروني كده وخلي عيلتي تكبر بيكم، مش هكبر غير بدعمكم ليا ووقفتكم جنبي. أهم حاجة كده تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناة يوصلكم اشعار بيه كده، تنوروني باحلى لايك واحلى زغروطه منكم واحلى تعليق. هستناكم يا احلى متابعين في الدنيا، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي او وجودكم في حياتي ده شرف ليا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين. النهارده فيديو جديد او فلوجايه جديده كده في المصيف. اخر بقى فيديو نودع المصيف بيه. حبيت ان انا اصور لكم الممشى السياحي بتاع المعموره بالليل بيبقى شكله عامل ازاي، عشان تبقوا شفتوه بالنهار وشفتوه بالليل. صورت لكم بالنهار وقلت اصور لكم برضو الاجواء بتبقى هنا عامله ازاي بالليل. طبعا انا مصوره لكم الفيديوهات اللي فاتت في المحلات بتاعه البيتش باجي والعجل والحاجات دي. بصوا، الصبح عامة ما بيبقاش في حد على الممشى السياحي تماما لحد العصر كده، تحسوا ان هي تبدأ تندع كده من اول المغرب بقى لتاني يوم الصبح. الولاد راكبين عجل زي ما انتوا شايفين، بيتش باجي، كل الانواع بتاع اللي هما التسلية بتاعت الاطفال، الركوب يعني بمعنى اصح كل حاجة موجودة، يعني مفيش حاجة مش هتلاقوها موجودة هنا. كل الاطفال زي ما انتوا شايفين كده عجل. الولاد اول ما جينا اجرنا العجل، اسعار العجل عاملة ايه؟ النص ساعة ب50 جنيه. يعني تاخدي العجلة كده تركبيها بنص ساعة 50 جنيه. طب البيتش باجي يا ريهام، البيتش باجي عامل الساعة عاملة قال لنا نص ساعة عاملة 300 جنيه، يعني الساعة هتلاقيها ب600 جنيه حاجة زي كده. فاحنا قلنا طب وليه، احنا عندنا الموتوسيكلات في البلد كتير ومش محتاجين خالص ان احنا نركب بيتش باجي. عامة حاولت بقدر الامكان ان انا اركب عجلة زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي رماس راكباها وبنت عمتها راكباها، فما عرفتش تماما. انا من الناس اللي خوافين جدا، كان نفسي اركب كده واعيش الاجواء مع الاطفال، لان اطفال وشباب وبنات وكل حاجة موجودة، يعني في امهات ماميز كبيرة راكبين، ودي حاجة عادية هنا موجودة. فحاولت كتير بس يعني اختكم خايبة او قلبها ضعيف يعني زي ما بيقولوا. فالمهم جينا بقى والولاد ركبوا العجل او اجرنا لهم عجل، كل واحد واحده كده. كان معانا اطفال كتير يعني اللهم بارك. كانوا ولادي وولاد اخت جوزي وولاد اخت جوزي التانية، فاللهم بارك يعني ايه. بصوا ماشيين كده يعندوا في بعض ويقفلوا على بعض، واحمد ابني بقى عنده يعني العند ده، يعني مش عايزه اقول لكم، يجي يقف قدامهم كده ومش عاوز يتحرك. دول بقى التوأم اللي انتوا شفتوهم في الفيديو اللي فات، لوسي ولوجي. بيقول لكم حطوا لايك. وريماسة هي وراهم. ريماس بقى ايه، ما كانتش راكبه العجله ببدلات، هما كلهم كانوا عجل ببدلات، لان ريماس متعوده على ركوب العجل عندنا في البلد، فدي حاجه عاديه بالنسبه لها، حتى يعني كان مستصغره العجله. بصوا انا بوريكم اهو مكان العجل. هي في فتحه الشارع على طول، اول ما بندخل الشارع كده ونخلصه العجل بتلاقوه مفروش على الكورنيش كله او على الممشى السياحي كله. بتلاقوا كل حاجة انتوا محتاجينها. العجل صغير، عجل كبير، يعني جميع الأحجام موجودة. الولاد اتبسطوا وشمينا هوا بقى، قلنا ايه نودع كده الأجواء المصيف خلاص ونخلص بقى يوميننا دول. المفروض ان احنا مكناش هنطلع، مش كناش هنخرج يعني يوميها في الوقت ده، لكن قلنا هنخلص يعني خلاص المصيف بيودع كده وماشيين الصبح. فقلنا لا، لازم ننزل كده نشم هوا، نقعد على الممشى السياحي. احنا اخترنا المكان ده على فكرة، المكان الممشى كله من اوله لاخره زحمة جدا جدا جدا. يعني انتوا لو تلاحظوا المكان اللي احنا فيه، احنا كنا مختارين مكان يكون واسع علشان الولاد يعرفوا يتحركوا براحتهم، يسوقوا براحتهم وكده، ان احنا منبقاش محكومين او الولاد يبقى فيه عائق، او مثلا البيتش باجي بيبقى فيه مكان كده بيبقى مليان بيتش باجي راكبينه كده. فاحنا ما حبيناش كده خالص، احنا حبينا ان احنا نبقى بعيد عن اي حاجة بحيث ان الولاد يركبهم ويبقوا براحتهم.
خلاص كانت النص ساعة خلصت واتحركنا بقى كده. حبيت انا اصور لكم الممشى بقى ايه. من المكان ده فاضي جدا، ده المكان اللي الولاد بيوصلوا فيه بالعجل ويقوم راجعين لنا تاني. تمام، فالمكان ده كان فاضي جدا زي ما انتوا شايفين كده. هناك بقى قدام الشطوط الناحية التانية مليان، يعني زحمة موت. اوريكم كده الاجواء البحر كده من بره. دي الشطوط اللي دخلتها اول يوم، او الشط اللي انا دخلته اول يوم وصورت لكم فيه. وريتكم الاجواء بتبقى عامله ازاي. طبعا زي ما عرفنا ان الشط شغال من 7 الصبح لحد 7 المغرب، وبعد كده بيشطبوا. بتتقلب كافيتيريا. آه ف فليهم مواعيد، يعني ان هم يشتغلوا فيها، ومواعيد ايه ان هم يشطبوا فيها. حتى لو هتيجوا هتلاحظوا من الناس يعني عارفين المواعيد وكده. وهو اول اساسا في ناس، احنا كنا طالعين الساعه 7 وكانوا في ناس داخلين، فهم قالوا لهم يعني احنا شطبنا نص ساعة وخلاص، يعني الشط هيشطب. ليه بقى؟ علشان تحسوا ان الرؤية في البحر، لو عيل نزل او شاب نزل او اي حد نزل البحر، مش مفيش رؤية خالص في البحر. حتى لما احنا نزلنا والولاد لبسوا المايوهات بتاعتهم، نزلنا بالليل. هما نزلوا، بس احنا هما اللي نزلوا مش احنا. نزلوا كده وكانوا على الشط قدامنا، يعني ما تحركوش من قدامنا. طبعا الكشافات كانت عمياني ومش عارفه اصور لكم، بس انا حبيت بس ان انا انزل لكم كده الختام بتاع المصيف كان عامل ازاي، واوريكم برضو الاجواء، تاخدوا خلفيه برضو الاجواء بتبقى عامله ازاي. انا عن نفسي كرهام حبيت المعموره من الهدوء بتاعها، بس ما حبيتهاش. يعني انا حبيت مميزات فيها، وحبيت يعني، ومش حابه حاجه فيها. مش حابه حاجه فيها ان انت محكومه في مكان. يعني حاسه ان بره في اسكندريه من بره احنا بناخد في خالد بن الوليد، فبتحسوا الاجواء هناك احلى مننا بكتير. حسيت ان هناك زحمه كده. انا من الناس اللي بحب الزحمه قوي، من الناس اللي بحب ان انا ابقى موجوده في المكان وفي ناس حواليا علشان احس باطمئنان. مش عارفه ليه. بصوا بقى زي ما قلت لكم كل العجل موجود، وفي سكيت، وفي حاجات كتير جدا انا مش عارفه اساميها على فكره هنا. فالولاد كل حاجة هيحتاجوها يلاقوها في موتوسيكلات صغيرة. بس الكشافات بس هي اللي كانت ضاربة في التصوير. هنا المعمورة اهو، ده الشط اللي بقول لكم اول ما بندخل من الشارع كده بنطلع عليه. ده الشارع اللي احنا ايه ساكنين في اخره، يعني هو شارع طوالي كده بنطلع عليه. بصوا دي المحلات بقى اللي بتبقى بتأجر اساسا وفرشة بره على الممشى السياحي، ان هم يأجروا عجل وكده. وتعالوا نشوف الأجواء في الشارع بتبقى عاملة ازاي بالليل. زلابية بقى وحلويات وهريسة ومشبك، وزي ما انتم شايفين كده في ماركتات كتير انكم تشتروا الحاجات لولادكم. بس الاسعار طبعا ايه هو باكو الشيبسي زي ما هو باكو شيبسي بنفس السعر، يعني نفس الرينج. بصوا البتاعة دي انا ما عرفتش خالص هي اسمها ايه، البتاعة اللي الطفل اللي راكبها دي. الصراحة انا ما عرفتش اسمها ايه خالص. فالمهم يعني الاسعار هي في الماركت بره، لكن لو هتجيبوها من على الشط بره بتزيد جنيه 2 جنيه. في باكو الشيبسي بيبقى معروف وهو مكتوب عليه 5 جنيه، لكن بيبيعوه ب7 جنيه. في ايس كريم، في زلابيا، في كل حاجة تتمنوها هتلاقوها هنا في الشوارع اللي زي دي. دي الشوارع دي بقى اللي بننزل، يعني بننزل من الشقة نعدي منها نلاقي البحر او الشط، يعتبر تبع الممشى اساسا الشوارع دي. في كل حاجة هنا زي ما انتم شايفين كده. العاب البحر كلها موجودة. انت ما ظهرتش معانا ليه في الفيديو ده يا ريهام؟ انا يعني ما بلاقيش حد يصورني ان انا اظهر معاكم. فشويه اللي بظهر معاكم فيها بظهر من الكاميرا الاماميه. في الكاميرا الاماميه كانت بعافيه شويه، حاسه ان هي بتخفض الاضاءه حتى الالوان. وحتى الكاميرا الخلفيه حسيت بكده ان هي بتظهرش الالوان خالص. مش عارفه هو في ايه في التليفون، اكيد عاوز صيانه. فمش عارفة الصراحة. كده هوريكم اهوت احنا بنطلع بنعدي الطريق، وكمان طريق اللي هو المخالف ليه اللي هو رايح جاي. وبعد كده بنعدي كمان يعني كمان بلوك، وبنلاقي بقى شقتنا او الشقة اللي احنا يعني حاجزينها وكده في اخر الشارع ده. كنتوا حاجزينها بكام يا ريهام؟ ب2000 في اليوم. بأكد لكم اهو الأسعار ب2000 في اليوم. في رينج كام عندك يا ريهام في الأسعار؟ من 1700 لحد 5000.
وبس كده كان المصيف بتاعنا انتهى. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليه بأحلى لايك. من داخل مصر ومن خارج مصر وجودكم في قناتي شرف ليا. اشتركوا في القناة. استنوني انتوا في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.